الشخص التاني زيه زيك في الدنيا. ربنا ممكن يكون خلاه يعمل هذا الموقف علشانك، ربنا استخدمه علشان يعلمك انت درس. السلام عليكم، اتمنى ان تكونوا بخير يا رب. النهاردة حبيت اتكلم سريعا عن موضوع اعتقد شائع ما بيننا كلنا لما بنمر بتجارب صعبة كتير او ممكن نتعرض للظلم من بعض الناس او الخذلان، فبالتالي بيحصل لنا هزة كده من جوه بتخلينا في بعض الاوقات نحس بدور الضحية. يعني نحس ان احنا فعلا مظلومين جدا، وان الشخص اللي قدامنا هو اللي اذانا، وان هو شخص سيء، وان هو والحياة كلها جاية عليه، وقد يكون مش عايز يواجه الألم اللي هو بيحس بيه علشان ما يحسش بوجعه. يعني هو خلاص بيقفل ويدفن الألم جواه من غير ما يواجهه بأي شكل من الأشكال، عشان هو فعلا لو واجهه هيحس بألم مش عايز يواجهه. يعني مش عايز يصحي آلام جواه هتخليه مش عارف يكمل حياته. فكلامي هنا شوية لفكرة انه ده طبيعي ان احنا نعدي بيه، ولكن نقطة ان الانسان يعيش دور الضحية او يحس باحساس ان هو مظلوم حق بشري. المشكلة لما نبقى مسجونين في الدور ده طول حياتنا بعد كده، ونحس ان احنا فعلا الحياة ماشية ضدنا. الطبيعي ان الانسان يمر بالألم ويمر بهذا الموقف ويفوق تاني بعد وقت. بعد ما بتمر بفترة الألم المفروض الخطوة الطبيعية انه يبدأ الانسان يدخل في الدروس المستفادة من الموقف ده. طيب هو يا رب حضرتك قلت لنا انه اكيد في حكمة من كل شيء، وان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده الخير لعله خير، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كل الكلام ده بيبدأ يحضر في دماغنا ونبدأ نتأمل يا ترى ايه الدرس المستفاد من من هذا الموقف او من هذا الموضوع. قد يكون الدرس المستفاد ان انت تحط حدود للناس اللي حواليك، قد يكون الدرس المستفاد انك تكون اكتشفت حقيقة الشخص الاخر، خلاص حطيته في بوكس معين او قطعت علاقتك بيه او قللت مكانته او ايا كان حاجة ليها علاقة بالاخر. قد يكون علشان حاجة جواك تنضج، محتاج تحس احساس معين علشان تعرف نقاط ضعفك وتصلحها، من ناحية التعاملات، من ناحية ردود الفعل، من ناحية اي حاجة في الدنيا. احنا مش ملايكة، اوكي؟ الدروس المستفادة دي مش كلها تدور حوالين الآخر على فكرة. يعني انت اكتشفت ان الشخص ده كذا، ان الشخص ده مش احسن حد بس ده مش معناه حقيقي والله العظيم مش معناه ان الشخص التاني سيء. الشخص التاني زيه زيك في الدنيا. ربنا ممكن يكون خلاه يعمل هذا الموقف علشانك، ربنا استخدمه علشان يعلمك انت درس. وده مش معناه ان هو سيء، لا هو مش سيء، هو كمان هو من نفس الموقف هو اتعلم درس. هو بالموقف اللي عمله ربنا علمه درس عن طريقك، وعلمك انت درس عن طريقه. فانت مش وحش ولا هو وحش، ودي الرسالة او الاساس في الموضوع. اي موقف بيحصل لنا في الحياة هو مش بيحصل لنا علشان عايز ينكد علينا حياتنا، واي شخص ربنا بيرزقنا فيه في الحياة سواء كان سيء او مش سيء او كويس، يعني هو موجود علشان حاجة معينة انت هتستفيد منها وهو هيستفيد منها. فمفيش انسان سيء 100% ومفيش انسان كويس 100%، كلنا بشر. ولما الانسان يبدأ ان هو يدرك المعنى ده هيبدأ يحط الناس في المكانات الطبيعية، لا هيتعلق بحد زيادة ولا هيخلي انسان يبصله بصة وحشة قوي، ولا حتى هيحس بالكره، هيبقى عنده سلام مع الحياة. الموضوع ده متعلق بكذا موضوع، ليه علاقة بالتعلق، ليه علاقة بانه الانسان يتعلم الدروس من الاحداث اللي بتحصل، ليه علاقة بانه الانسان ياخد وقته في الحزن، ليه علاقة بتقبل الذات، بتقبل الالم، بتقبل الاوقات الصعبة، ليه علاقة بحاجات كتيرة جدا. انا كان نفسي بجد اتكلم فيها دلوقتي، بس ان شاء الله نتكلم فيها قريب. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى يكون الفيديو كان مفيد. شكرا لكم، الى اللقاء.